السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. وحشتوني كتير كتير كتير، ومعلش ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، بس ظروف والله وغصب عني. وقبل ما ابتدي في اي حاجة ما تنسوش لايك منكم حلو، واشتراك في القناة اللي ما اشتركش في القناة، ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد انا بنزله. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية بالزبدة او بالسمنة البلدي. انا كان عندي كيلو لبن رايب، وبصراحة محبتش ان انا افرط فيه، فقلت لا انا هعجن بيهم قرصتين. المقدار اللي معايا 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم معلقة ملح كبيرة، و... ومعايا كيلو لبن رايب، بالظبط كيلو وربع كوباية او نص كوباية، كوباية مية. تمام. وطبعا اللبن الرايب متكتل، انا ضربته في الخلاط كويس قوي. ومعايا كوبايتين وربع سمنة، حطيت كوباية سمنة بلدي وكوباية سمنة عادية، يعني كوباية وربع سمنة بلدي وكوباية سمنة عادية. تمام. حبيتي تحطي بدل كوباية السمنة تستبدليها بزيت، وكوباية سمنة عادية مفيش مشكلة، كوباية زبدة وكوباية زيت برضو مفيش مشكلة. اللي متوفر عندك استخدميه وما توقفيش على اي حاجة. انا استخدمت في المقدار بتاعي 2 كيلو دقيق وكوبايتين وربع سمنة على سمنة بلدي، وب5 جنيه سمسم. حمصتهم كويس في معلقتين سمنة، وحطيتهم على الدقيق، وحطيت السمنة بتاعتي، ولازم ان انا بسها بالدقيق، اخلي الدقيق كله يشرب من السمنة. تمام. وطبعا انا كنت حاطه في الاول نص كوبايه ميه عليها 4 معالق سكر، وعليهم كيس خميره فوريه، وبركنهم على جنب عشان اشوف الخميره بتاعتي بتتفاعل ولا لا، وكويسه معايا ولا لا. طبعا انا حطيت السمسم بعد ما حمصته، حطيته على الدقيق، وحطيت السمنه وبسيتهم كويس قوي. تمام. واحط الخميرة بالسكر، طبعا الخميرة تفاعلت معايا وكانت كويسة. حطيتها وقلبتها كويس قوي في العجين. تمام. وهحط بقى اللبن بتاعي، هحط اللبن بتاعي الرايب حبة حبة، بحيث ان انا ايه عشان اقدر ان انا اتحكم في الليونة بتاعة العجينة. تمام. فان انا استخدم اللبن الرايب حبة حبة. وتنيني بقى ان انا بس كده او اعجن كده لحد ما العجينة بتاعتي تتماسك، واحس ان هي تبقى كلها ايه عجينة واحدة، حتة واحدة. طبعا انا قعدت بسيت في العجين شوية حلوين، وطبعا كان دراعي بصراحة اتخدل من الرخامة، ما رضيتش تاني ان انا اعجن على الرخامة. ف... فعجنتها على الارض، نزلت الطبق على الارض وقعدت ان انا اعجن بقى، يعني قلبت واعجن كده في قلب العجينة. فبصراحة العجينة بتاعتي ما سبتهاش الا لما عجنتها وخليتها بسم الله ما شاء الله طرية في ايديا جدا. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا مش عايزة اقول لكم كمية الطراوة بتاعتها والسمنة بتاعتها اللي باينة فيها، جميلة جميلة جميلة، مش عايزة اقول لكم. طبعا انا هغطيها بستريتش راب، واغطيها بفوطة، واسيبها لحد ما تخمر خالص. طبعا انا سبتها خمرت وحطيت ونزلت بايدي في قلب العجين من النص كده، ورجعت تاني عملتها تاني، غطيتها بالاسترتش راب و... وسبتها شوية لحد ما بقت معايا زي كده. طبعا انا كنت عايزه اوريكم العلو بتاعها في الطبق، بس كانت ايديا اتعاصت وما كنتش عرفت ان انا اشغل الكاميرا تاني. وطبعا انا مش عايزه اقول لكم، انا كنت عاجنه العجين ده قبل المغرب وشغاله فيه، كانت الساعه 11 او 12 بالليل. على ما قطعتهم طبعا وسويتهم في الفرن كانت حوالي الساعه 1. جبت السجان بتاعتي العادية، اللي هي السجان ال30 في 40 دي، انا عندي صاجين. جبتهم وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده، قطعت القطعية كلها حتة واحدة، يعني من 65 جرام ل75 جرام، اللي تبقى القرصة، يعني فاهمين قصدي. وقطعتهم كلهم قطعية واحدة كده، ورصيتهم في الصاج وبططتهم التبطيطة اللي انتوا شايفينها دي.
طبعا مش عايزه اقول لكم يعني ريحه السمنه مع السمسم مع الخمر بتاعها مخلي ريحتها جميله جميله جميله، وانا شغاله فيها وانا بسويها. مش عايزه اقول لكم ان ريحتها كانت جايبه يعني لحد اخر الشارع. ومش عايزه اقول لكم انا خدتها معايا الشغل النهارده، والله 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 اقسمت بالله ان زمايلي انبهروا بيها. قالوا لي احنا ما دقناش حاجه بالسمنه البلدي من زمان. يعني انا كنت حاطه يعني كنت حاطه كوبايه سمنه بلدي من اللي انا عاملاها عندي في البيت. مش عايزه اقول لكم انبهروا بيها، والله انبهروا بيها. ولدرجة ان حد من زمايلي قال لي طب ما نجيب لك وتعملي لنا. قلت لهم انا ما بعملش والله. انا يعني انا عشان ان انا اعمل قرصتين بس لعيالي كده، ممكن ان انا بيطلع عيني عشان اعمل القرصتين دول. يعني انا عايزة وقت ان انا اكون متفرغة بس كده. فالحمد لله يعني مش انا الحاجة اللي باخدها لزمايلي او ان انا حد بيشكر فيها انا ببقى مبسوطة جدا. طبعا ان انا عملت حاجة زي كده وعجبت الناس وكده. فعملتها وبصراحة مش عايزة اقول لكم جوزي برضو انبهر بيها. بيقول لي يعني بدل ما احنا بنشتري كل يوم فينو، طب ما تعملي لنا احنا القرص دي. قلت ما فيش مشكلة، يعني مش مشكلة نعملها، ايه المشكلة. طبعا انا عملتها وفي كل كيس حطيت يجي 8 10 قرص كده وحطيتهم في الفريزر. عملوا معايا يجي حوالي 5 اكياس او 6 اكياس. بسم الله ما شاء الله. يعني هما رموا معايا 2 كيلو دي، رموا معايا قراص كتير. طبعا القرصة دي دلوقتي ولا ب2 جنيه دلوقتي ولا 2 جنيه ونص. وطبعا مش معمولة بالسمنة البلدي زي ما انت ما هتعمليها وعجنها في بيتك وبتعملي حاجتك في بيتك. انا عملتهم وسويتهم في فرن البوتاجاز وشايفين التسوية بتاعتي عاملة ازاي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وينال اعجابكم. ما تنسونيش في لايك حلو كومنت حلو. وعايزاكم يا جماعة ترفعوا معايا القناة، يعني فضلا وليس امرا. القناة محتاجة دعمكم. يعني ما تنسونيش والنبي عشان خاطري. يعني الواحد بيتعب عشان يوصل لكم معلومات حلوة وان انتوا تستفادوا زي ما احنا بنستفاد. احنا كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنستفاد من بعض. اتمنى ان انا اشوفكم على خير وفي فيديو جديد. وما تنسونيش في الدعاء ولايك حلو وكومنت حلو واشتراك في القناة اللي ما اشتركش، ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد أميرة بتنزله. شايفين منظر التسوية ومنظر القرصة من جوه هشة كده وطرية حلوة. وريحتها مش عايزة اقولكوا والله ريحتها تحفة، ريحتها تحفة. والتسوية بتاعتها من جوه عاملة ازاي. انا بحاول ان انا اوصل لكم يعني التسوية بتاعتها. ودي في فرن البوتاجاز. انا كنت مولعة الشعلة من تحت ومولعة الشواية من فوق على الهادي خالص. يعني مش عايزة اقول لكم ده شغلي النهاردة. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومة كويس. مع الف سلامة.